لأول مرة أقوى مقاتلات تركية وروسية تجتمعان في ترسانة جيش عربي واحد. في سابقة تاريخية تشهد المنطقة تطوراً عسكرياً غير مسبوق، حيث أصبحت الجزائر أول جيش عربي يجمع بين أحدث المقاتلات الروسية والتركية في آن واحد. ففي خطوة جريئة ومدروسة أعلنت القوات الجوية الجزائرية عن وصول أولى مقاتلات سوخوي 35 الروسية ضمن صفقة ضخمة أبرمت مع موسكو. هذه الصفقة تفتح الباب أمام تحولات استراتيجية كبيرة في المنطقة. فماذا يعني هذا التطور؟ ولماذا لجأت الجزائر إلى هذا الخليط الفريد من الطائرات الحربية؟ وفقاً لتقارير عسكرية، فإن هذه الطائرات القتالية لم تكن موجهة للجزائر في البداية، بل كانت جزءاً من صفقة مصرية أبرمت عام 2018، لكن القاهرة انسحبت منها لاحقاً، ما جعل موسكو تبحث عن مشتر جديد. وهنا دخلت الجزائر على الخط مستفيدة من الفرصة لتعزيز قدراتها الجوية بمقاتلات تعد من بين الأقوى في العالم. لكن المفاجأة الكبرى أن بعض هذه الطائرات كان من المفترض أن تذهب إلى إيران، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت طهران قد طلبت نسخة خاصة بها من سوخوي 35. رغم ذلك، فإن الجزائر كانت الأوفر حظاً في الحصول على هذه المقاتلات التي تعزز تفوقها الجوي بشكل لافت. لا يزال الدور النهائي لهذه الطائرات في القوات الجوية الجزائرية غير واضح، لكن العديد من التحليلات العسكرية ترجح أن الجزائر لن تستبدل بها طائراتها القديمة، بل ستستخدمها لتوسيع أسطولها الجوي، ما يزيد من قدرتها على تنفيذ عمليات أكثر تعقيداً في سماء المنطقة. لم يكن الاهتمام الجزائري بسوخوي 35 وليد اللحظة، فقد أشارت تقارير إلى أن الجزائر اختبرت هذه المقاتلة في عام 2016 في قاعدة تمنراست الجوية، وكانت راضية تماما عن أدائها. لاحقا زعمت صحيفة كوميرسانت الروسية في 2019 أن الجزائر وقعت صفقة لشراء 14 مقاتلة من هذا الطراز إلى جانب طائرات أخرى، لكن كعادتها لم تؤكد الجزائر ولا روسيا رسميا تفاصيل الصفقة، وهو نهج مألوف في السياسة الدفاعية الجزائرية التي تميل إلى التكتم الشديد بشأن صفقاتها العسكرية. لكن المفاجآت لا تتوقف هنا، فبالتزامن مع تعزيز سلاح الجو بمقاتلات سوخوي 35 أبرمت الجزائر أيضا صفقة غير مسبوقة لشراء طائرات بيرغدار TB2 التركية، وهي واحدة من أكثر الطائرات القتالية بدون طيار نجاحا في العالم. وأكدت وسائل إعلام تركية متخصصة أن الجزائر انضمت إلى قائمة العملاء الجدد للطائرة القتالية التركية، التي أثبتت كفاءتها في ميادين القتال من الشرق الأوسط إلى أوروبا الشرقية. وخلال الاجتماع الأخير بين الرئيسين أردوغان وتبون، تم الاتفاق رسميا على تصدير بيرغدار إلى الجزائر، بل وأكثر من ذلك، سيرسل الجيش الجزائري أفرادا إلى تركيا للتدرب على تشغيل هذه الطائرات المتطورة في خطوة تعكس العلاقة العسكرية المتنامية بين الجزائر وأنقرة. مع دخول سوخوي 35 الروسية وبيرغدار التركية إلى الخدمة في الجزائر، يصبح الجيش الجزائري اليوم أحد أكثر القوى الجوية تنوعا في المنطقة، مما يمنحه مرونة عالية في تنفيذ المهام الجوية، سواء كانت قتالية، دفاعية أو استخباراتية. هل ستكون هذه الخطوة مجرد بداية لمزيد من التعاون العسكري مع روسيا وتركيا؟ وهل سنرى في المستقبل مزيدا من الصفقات المفاجئة التي تعيد تشكيل موازين القوى في شمال إفريقيا؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف الإجابة.